تخيل معايا بلادنا المغرب قوة فلاحية ضاربة وكتحتل المراتب الأولى عالميا في التصدير، ولكن نهار ناض الصداع بين أوكرانيا وروسيا الثمن ديال العلف طلع للسماء. علاش؟ الله أعلم. واش المخطط الأخضر فشل ولا كاين شي لغز مخبي؟ اجيو نفهموا القصة من الأول. المغرب اختار من زمان توجه اقتصادي مبني على القيمة المضافة، يعني كنمشيو اولا كنتوجهوا للفلاحه اللي كتجيب العمله الصعبه بحال لافوكا والدلاح، وهذا الشيء راه داخل في باب تشجيع الاستثمارات الخارجيه وتوازن ميزان الاداءات وغيرها. ولكن هذا الاختيار خلى الامن الغذائي ديال الكساب المغربي مرتبط باتفاقيات دوليه وسلاسل توريد بعيده علينا بالاف الكيلومترات. فاش كنهضروا على الاعلاف المركبه بحال الصوجه والذره راه كنهضروا على سياده منقوصه. القانون الدولي للتجاره والمنظمه العالميه للتجاره فراه كتفرض قواعد التبادل الحر، والمغرب راه منخرط فيها بقوه. ولكن الواقع كيبين بلي الاستيراد ديال 100% من الصوجه فراه كيخلينا تحت رحمه تقلبات الاسعار الدوليه. المخطط الاخضر ومن بعده جا جيل الاخضر جاوا باش انهم يقوموا بعصرنه الفلاحه، وفعلا حققنا ارقام قياسيه. ولكن التحدي الكبير كان هو الماء، لان هذا التوجه كيستنزف كميات كبيره من الماء. من الناحيه القانونيه والاداريه فراه كاينين ترخيصات وتوجيهات اللي كتمشي للزراعات اللي كتصرف في الماء بحال لافوكا، حيت الربح ديالها راه سريع وكيدخل الصرف للبلاد. في المقابل زراعه الاعلاف كتاخذ مساحات شاسعه وماء كثير وبمردوديه اقل. هنا كيوقع الصدام بين الربح الاقتصادي والامن الاستراتيجي. الحل ماشي غير تقني وانما هو قانوني ومسطري بامتياز. خاص اعاده النظر في دفاتر التحملات ديال المشاريع الفلاحيه الكبرى، وتوجيه الدعم العمومي لزراعات بديله بحال الصمود العلفي، وتشجيع البحث العلمي باش نلقاو بذور اللي هي مغربيه 100% وكتقاوم الجفاف، وما نبقاوش محتاجين للصوجه اللي كتجي من البرازيل ولا الذره ديال اوكرانيا. السياده الحقيقيه هي نهار نكونوا كنتحكموا في شنو كتاكل البهيمه ديالنا، باش نتحكموا في الثمن اللي كيخلصوا المواطن البسيط بطبيعه الحال، لانه كيهمنا في هذا الشيء كامل هو الجيب ديال المواطن. الخلاصه حنا ماشي دوله ضعيفه، حنا دوله عندها اختيارات استراتيجيه صعيبه، وباش نحميو راسنا من الصدمات الجايه خاصنا نوزنوا بين تصدير الفواكه للعالم وتامين العلف للكساب المحلي. السياده الغذائيه راه هي الامن القومي ديال بصح في القرن ال21. كنتمنى يكون تفاعل مع الموضوع، وخليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش القاعده الثلاثيه جيم كومونتير وبارطاجي باش الفيديو ينتشر على اوسع نطاق. وتحياتي للجميع.